تخيلوا ان الزعيم عادل امام وهو واقف على المسرح في لبنان عرف خبر وفاة والده. بس وقتها عمل تصرف مش هتصدقوه. زعيم عادل امام كان عارف ان والده في المراحل الاخيرة من مرضه، لكن هو واحد ملتزم بتعاقد يقدم مسرحية في لبنان وفي ناس حاجزة، فما كانش ينفع ان هو يفضل قاعد في مصر جنب والده، وسافر لبنان وبدأ يقدم مسرحياته. وهو طالع على خشبة المسرح لقى تليفون جاله اتقاله فيه ان ابوك مات يا عادل. وقتها ما كانش عارف يعمل ايه، ولازم يكمل ويطلع ويضحك الناس وبالفعل عادل امام كتم حزنه جواه وطلع يقدم المسرحية، والمقربين منه قوي بس هم اللي عرفوا الخبر ده. وطلع وقدم المسرحية لمدة يومين. في آخر اليوم التاني قرر عادل إمام إن هو لازم يودع والده على خشبة المسرح. وقتها الناس كلها عرفت إن عادل إمام كتم حزنه جواه وطلع قدم لهم المسرحية. وهو بيحكي عن والده ما قدرش يمسك دموعه وبكى. وساعتها الجمهور شاف الوجه الآخر من عادل إمام، إن هو مش بيضحكنا بس، وإن هو بني آدم زيه زينا،